أهلا وسهلا بيكم مستمعين قناة بودكاست حلقة جديدة مثيرة للاهتمام. أهلا وسهلا بيكم ومعاكم زينة. حلوة مثيرة للاهتمام دي يا زينة. أهلا بيكم مستمعينا ومعاكم زين. وكلامنا النهاردة عن شيء بيهم الناس كلها طبعا، وهو المال. وكتاب النهاردة هيعلمك شوية حاجات، أهمها مش لازم تكون خبير ماليات ولا غني ولا رياضي خارق عشان تقدر تعيش حياة مالية مستقرة ومريحة وتوصل للغنى. كل اللي محتاجه شوية نظام، شوية وعي، خطوات ثابتة بتتكرر أوتوماتيك. كلام جميل، يخليني أقولك نروح للحلقة بعد الانترو عشان أنا متحمسة قوي بصراحة. يلا بينا؟ يلا بينا. أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في كتاب مهم ومختلف شوية، سأعلمك كيف تكون غنياً، لراميت سيثي. أهلاً بيك. الكتاب ده فعلاً لفت نظر ناس كتير. هو مش زي كتب الفلوس التقليدية. بالظبط، الفكرة مش حرمان خالص، قد ما هي بناء نظام مالي بيشتغل لوحده تقريباً. نظام يخلينا نصرف وإحنا مبسوطين على الحاجات اللي تهمنا بجد. أيوة، فكرة الconscious spending أو الصرف بوعي دي أساسية عنده، اللي هو حدد إيه المهم عندك واصرف عليه بسخاء لو حابب، وفي المقابل قلل جامد قوي أو انبع الصرف على الحاجات اللي مش فارقة معاك أصلاً. هو ده الوعي في الصرف. تمام. والكتاب ماشي بخطة عملية قوي، 6 أسابيع. ممكن نستعرضها بسرعة؟ إيه أول خطوة في الأسبوع الأول؟ أول أسبوع ده بتاع الأساسيات، أول حاجة كروت الائتمان، لازم نتعلم نستخدمها صح. صح، ناس كتير بتخاف منها أو بتستخدمها غلط. هو بيقول لأ، استخدمها عشان المكافآت، الكاش باك والنقط، وتبني تاريخ ائتماني كويس، بس بشرط واحد وده أهم شرط، اللي هو؟ تسدد المبلغ كله كل شهر بالكامل. لو مش هتقدر يبقى لأ، بلاش تستخدمها بالطريقة دي. منطقي جدا. وإيه كمان في الأساسيات دي؟ فصل الحسابات، حساب جاري للمصاريف اليومية العادية، وحساب توفير منفصل خالص، ويفضل يكون بعائد كويس شوية عشان الفلوس ما تتكلش قيمتها. عشان يبقى فيه خط فاصل واضح بين فلوس الصرف وفلوس التوفير. بالظبط كده، الوضوح ده بيفرق. تمام قوي، حطينا الأساس. نيجي بقى للعقبة الكبيرة عند ناس كتير، الديون. الأسبوع التاني. الديون دي ليها وقفة. هو بيركز قوي على إننا نهاجم الديون اللي فوائدها عالية الأول، زي ديون الكريدت كاردز لو متراكمة. وفي استراتيجيتين مشهورين، السنو بول والافالانش. مظبوط، السنو بول اللي هي تبدأ بأصغر دين عشان تاخد دفعة نفسية كده وتحس بالإنجاز، والافالانش اللي سيسي بيفضلها رياضياً، إنك تبدأ بالدين اللي فايدته أعلى عشان توفر أكتر على المدى الطويل. والمهم يبقى فيه خطة واضحة ومتابعة. أكيد. وهو كمان بينصح بمحاولة التفاوض على نسبة الفايدة، أو تشوف لو ينفع تنقل الرصيد لبطاقة تانية تكون الفايدة بتاعتها 0 لفترة مؤقتة. أي حاجة تقلل نزيف الفوايد ده. ممتاز. خلصنا من الديون أو حطينا خطة ليها. ندخل على الأسبوع الثالث بقى، الاستثمار. نيجي بقى للاستثمار، وهنا بقى فلسفته مميزة جدا، البساطة والأتمتة. بدل ما تحاول تختار الأسهم بنفسك وتتوقع السوق هيطلع ولا هينزل، ودي حاجة صعبة جدا، هو بيقول استثمر بشكل دوري ومنتظم. كل شهر مثلا تستثمر في إيه؟ في حاجة زي صناديق المؤشرات، الاندكس فاندز أو الETFs. دي بتبقى زي سلة أسهم متنوعة بتكلفة قليلة جدا، وبتديك أداء السوق ككل تقريبا. وفكرة الرسوم المنخفضة دي مهمة غوي عنده جدا، لأن الرسوم العالية دي ممكن تاكل جزء كبير من أرباحك على المدى الطويل من غير ما تحس. فالبساطة وصناديق المؤشرات منخفضة الرسوم هي الحل الأمثل للأغلبية. حلو قوي. يبقى الأساس هو الاستمرارية وتقليل التكاليف. ده يودينا للأسبوع الرابع، التوفير. تمام. التوفير هنا مش بس للتقاعد، لأ، أول حاجة لازم صندوق طوارئ، ده أهم من أي حاجة تانية. يغطي مصاريف كام شهر؟ من 3 ل6 شهور مصاريف أساسية، ده الأمان بتاعك لو حصل أي ظرف طارئ، فقدان وظيفة مثلا. وبعد صندوق الطوارئ تبدأ توفر لأهداف محددة بقى، عايز تشتري عربية، تدفع مقدم بيت، تسافر، المهم الأهداف تبقى واضحة. وهنا بتيجي فكرة الأوتوميشن تاني،
الأتمتة. أيوة، مبدأ ادفع لنفسك الأول أو pay yourself first. يعني أول ما المرتب ينزل تعمل تحويل تلقائي أوتوماتيك لجزء منه يروح لحساب التوفير أو الاستثمار قبل ما تبدأ تصرف أي حاجة. كأنك بتقتطع ضريبة لنفسك ولمستقبلك الأول. بالظبط كده. ده بيضمن إنك ماشي على الخطة. وده بقى يربط كل حاجة ببعض في الأسبوع الخامس اللي هو التشغيل الآلي للنظام كله. الأسبوع الخامس هو تجميع كل ده. الفلوس بتنزل في حسابك الجاري، منها جزء بيروح أوتوماتيك للتوفير، جزء تاني للاستثمار. الفواتير المهمة بتتسدد أوتوماتيك برضو لو تقدر. واللي يتبقى اللي يتبقى ده بقى هو المتاح ليك تصرفه في الشهر ده. وده بيشمل كمان جزء هو بيسميه فلوس المتعة بدون ذنب، يعني مبلغ معين مخصص للحاجات اللي بتكيفك وبتبسطك، اللي حددتها في الأول كجزء من الكونشس سبيندينج بتاعك. الله، يعني النظام شغال وأنا كمان بصرف على الحاجات اللي بحبها من غير تأنيب ضمير. هي دي الفكرة. النظام بيشتغل في الخلفية وانت عايش حياتك. طيب والأسبوع السادس والأخير مجرد متابعة؟ الأسبوع السادس هو الصيانة والنمو. يعني لازم كل فترة، مثلا كل 6 شهور أو سنة، تراجع النظام ده وتشوف لو محتاج تعديل. ظروفك اتغيرت، أهدافك اتغيرت. طبيعي إن الحياة بتتغير. أكيد. والجزء التاني المهم جدا هنا هو السعي المستمر لزيادة الدخل. ده جزء أساسي من المعادلة. مش بس نوفر ونستثمر، لأ، نحاول نزود الدخل كمان. بالظبط. تتفاوض على مرتبك، تدور على شغل جانبي، تعمل مشروع صغير. زيادة الدخل بتسرع الوصول لأهدافك جدا. ولو هنلخص الفلسفة كلها، ممكن نقول إنها بناء حياة ثرية مش بس فلوس. نظام مالي أوتوماتيكي بسيط بيخدم أهدافك أنت، وبيسمح لك تصرف بوعي وحرية على اللي يهمك بجد. فعلا نظام بيريح الدماغ ويخلي الواحد يركز في حياته أكتر. طيب خلينا نسيب المستمعين يفكروا في سؤال بناء على فكرة الصرف بوعي دي. يا ترى إيه الحاجة اللي ممكن الشخص يكون حاسس إنه لازم يقلل الصرف عليها جامد، بس لو فكر بمنطق رميد سيفي ممكن تكون هي دي بالذات اللي تستاهل يصرف عليها أكتر وبمزاج، طالما هو بيقلل بصرامة في جوانب تانية مش بنفس الأهمية بالنسبة له؟